السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أصدقائي، أهلا يا حبايبي. النهاردة هندردش مع بعض في موضوع بنشوفه إن هو موضوع كلام بسيط، لكن الموضوع عميق. بنتكلم مع بعض 5 دردشة وشوية فضفضة. النهاردة هنفضفض مع بعض في موضوع بسيط، وهي رحلتك من عبور الألم إلى الشفاء. صديقي صديقتي، غمض عينيك وخد نفس عميق، وخلي روحك تهدى زي موج بيرجع للشط بعد تعب طويل. أصدقائي، أوقات كتير بنتكسف نعبر عن ألمنا، بنتكسف نقول إن إحنا بنتألم، كأن الحزن والألم عيب. إيه، ما يصحش أقول إن أنا زعلان، إن أنا تعبان، إن أنا مجروح، إن أنا بتألم. الوجع ده علامة، معناها انك انت في حقيقة جواك انت دافنها ومش قادر تعبر عنها. الوجع مش نهاية الكون، لا، الوجع ده عبارة عن باب بيتفتح لجوارحك والروحك والمشاعرك عشان تنور اكتر، تتوهج اكتر، تحس ان انت بالفعل انسان بتتألم وبتتأثر وبتزعل وبتتوجع. دي كلها علامات على انك انسان. بتخلي الألم بيخلي يتفتح باب صغير يدخل منه الضوء لقلبك. ما تخافش أبدا من وجعك، ولا تعتذر عن دمعة هتنزل من عينك. سيب إحساسك ياخدك، سيب دموعك تنزل. عبر عن اللي جواك، ما تكتمش اللي جواك. قلبك لو اتوجع، هو مين فينا قلبه ما توجعش؟ حسيت في فقدت عزيز او غالي، كلنا بنمر بالمشاعر دي وبالاوقات دي. خسرت حبيب، خسرت ناس كسرتك، ناس خذلتك، حزنت فحسيت بالضعف. وكل ده عايزه اقولك ان هو مش ضعف. الحزن مش علامة على انك ضعيف، ولا الألم معناها ان انت انسان هش، لا ابدا. ده معناها ان قلبك لسه حي، ولسه عندك القدرة انك تتأثر، ولسه عندك القدرة انك تحب. خلي مشاعرك تاخد مساحتها، حزنك ياخد مساحته. طبطب على قلبك، طبطب على روحك. اسمح لجسدك ان هو يحس ويتألم. القلب كمان بيبوح، والقلب بيقول أنا تعبان، أنا هنا زعلت، أنا هنا انكسرت، أنا هنا اتخذلت. روحك كمان بتتنفس لما بتديها فرصة إن هي تعبر عن مشاعر الغضب والحزن اللي جواك. لو أنت معرفتش تعبر عنها، يبقى هتدمر ذاتك وهتدمر المحيط اللي حواليك. أنت الوحيد اللي تبقى سامع وجعك، عارف فين بيوجعك، وعارف إيه اللي بيألمك. ومش معنى ذلك إن أنت انسان هش، لا. مش هضغط عليك واقول لك حاول ان انت تتجاوز الالم ده وتتجاوز الوجع، لا ابدا. انا كمان جوايا غصة، جوايا جرح، لكن الوجع اللي جوايا خلاني اطبطب على قلبي، واحضن قلبي، واحضن ذاتي، وما اكونش قاسية على روحي، ولا قاسية على نفسي، ولا قاسية على مشاعري، واعبر عن ده باي طريقة انا اقدر اعبر بيها. دموعي نزلت، اسيبها تنزل وتغسل روحي وتغسل الجرح وتطهره. روحك محتاجة شوية هدوء، مش استعجال. ما تستعجلش على انك تطبب الجرح بسرعة. سيبه ياخد وقته، سيبه ياخد مساحته. بتطهر نفسك في عزلة. اعزل نفسك عن الناس حتى لو وسطهم. بينك وبين ربك. قول له ان انا يا رب ضعيف، ان يا رب، زي ما قال سيد النبي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ هكذا أنت. شوف، ده سيد النبي صلى الله عليه وسلم جه وقت حس بالوجع وبالألم، لأن اللي وجعوه كانوا عايزين يكسروه أقرب الناس ليه. مفيش حد بيتشافى بالعافية ولا مرة واحدة. مفيش روح بتتصلح بالعافية. الوجع بياخد وقته، بس انت تعامل معاه برفق واقبله، واديله مساحته واديله وقته. ولو حسيت بوحدة، افتكر دايما انك مش لوحدك، ان في ارواح تانية وروح تانية حاسة بيك وحاسة بألمك، وروح بتطبطب عليك، وروح عدت نفس الوجع وعدت نفس الألم، وخدها خدتها أمواج الحزن
ورميتها على شواطئ الكسر والألم والوحدة. لا، أنا مش بقولك اعمل كده، أنا بقولك إن أنا جنبك. أنا هطبطب على قلبك، هطبطب على روحك. في كده زي ما الألم بيجي هتيجي نسمة جميلة رطبة هتطبطب عليك وعلى قلبك وعلى إنسانيتك. اقبل إنسانيتك واقبل ضعفك واقبل وجعك. مسير الوجع هياخد وقته، وهيجي عليه وقت ويغرب زي ما الشمس بتغرب، لكن افتكر دايما ان في ولادة جديدة وبكرة يوم جديد بأمل جديد بفتحة قلب جديدة. ادي نفسك، ادي قلبك فرصة، افتح قلبك للنور. اتعامل مع وجعك ببساطة وطبطب على جروحك، حتى لو نقطة ضعف كانت باقية صغيرة. ركز دايما في نفسك دلوقتي انك تتحرر من اي وجع، وسيب الثغرة دي عشان من الوقت للتاني تفكرك ما تمرش بالتجربة دي تاني، لان التجربة دي النقطة دي والغصة دي كان بسببها في جرح كبير قديم وانت تشافيت منه، فما عندكش استعداد ان انت ترجع تاني لنفس الجرح ونفس الألم. زي ما قلت لك يا صديقي ويا صديقتي، محتاجة تبكي ابكي، محتاج تقعد في هدوء، اسمح لنفسك تقعد في السكون ده. محتاج حضن دافي او حد يطبطب عليك، انا جنبك، بحضنك، بطبطب عليك، بقولك انا جنبك. وما لقيتش حد، احضن نفسك، احضن قلبك، قول لقلبك انا معاك، انا هقوم وهساعدك انك تقوم يا قلبي، ومش هنساك، وهتقوم انا وانت هنقوم من الكسرة دي. والاهم صدق ان الالم مش محطة اخيرة، ده معبر من طريق وجع لطريق شفاء. ودايما طريق الشفاء بيبدأ لما نبطل نقاوم الوجع ونبدأ نستوعبه. جروحك مش عار يا صديقي، دي شهادة انك حاولت، انك حبيت، انك اتألمت، انك وثقت، انك امنت، انك كنت مخلص في كل مشاعرك ومخلص في كل اللي انت اديته، وانك اديت من قلبك واديت من قلبك ومن مشاعرك. القلب لما بينكسر بيتعلم يسمع اعمق ويحب انضج ويشوف ابعد. ودايما خليك رحيم، خليك رحيم بنفسك زي ما بتكون رحيم بالناس. اتعامل مع نفسك بروح صبرة على وجع أولادها، على مرضهم، على مشاكلها. ما تكونش جلاد وقاسي، ما تجلدش ذاتك. حاول ان انت تطبطب دايما على جرحك، لانك تستاهل الرحمة وتستاهل الحب وتستاهل الاحتواء. وادي كل شيء في حياتك فرصة يتنفس، واديله الوقت الكافي. حتى الحزن اديله وقت، ومسيره هيروح وهتفضل انت اللي باقي. وفي كل مرة تقبل وجعك في نور جديد بينور في قلبك جواك، وفي صوت بيقولك أنا قادر. حتى لو الصوت ده كان ضعيف، عشان الجرح كبير، شوية بشوية هيهدى الجرح ويبدأ الصوت الداخلي هيقولك أنت قادر، وهترجع أقوى من الأول. وفي نهاية الألم مش دايما بيكون مجرد جرح، ساعات بيكون ضحكة بتضحك على ساعات انتهت، على أوقات راحت. ساعات نهاية بيجي بعدها هدوء وسلام وصمت. الحب والحنان اللي انت اتعاملت بيه مع وجعك، تقدر تمشي بعد كده الحياة خطوة بخطوة، وعندك خبرة وعندك دروس كفاية انك ما تتعاملش مع الجروح دي تاني، ولا تمر بالتجارب اللي سببت لك الجرح والألم. اوعى تستعجل يا صديقي او يا صديقتي، تستعجلوا في الشفاء. الورد ما بيتفتحش بين يوم وليلة ولا غصب عنه، وكمان الجرح ما بيلمش بأوامر. سيب كل حاجة تاخد وقتها. اللي عامل عملية مش بيقوم الصبح يلاقي الجرح خف، لا، بيفضل يتألم شوية على بال ما جرحه يخف. انت كمان كل ما بتهتم بوجعك وبتديله مساحته، بيعبر وبيروح لحاله، وبتقدر تتشافى وبتداوى كسورك وبترجع أقوى من أول. حتى لو انت لسه في أول طريق الشفاء، مهما كانت رحلتك صعبة ومهما كانت تقيلة، في آخرها تقف على رجليك، وقلبك هيبقى أقوى من الصدمات، لأن خلاص انت بقى عندك انتبيوتك، خدت جروح بما فيه الكفاية تخليك تعدي مهما كان الوجع اللي مر عليك. وفي النهاية يا صديقي بقولك، روحك تستاهل الحب، طبطب عليها واهدى، وبص لبكرة على ان كل اللي مر بيك ده
كان جرح لازم تمر بيه عشان تخرج للحياة أقوى وأجمد من الأول. خد نفس وقول للنور أهلا بيك. النور هيتولد جوايا والحزن هيخرج، وهبقى أرجع أقوى وأجمل من الأول. أتمنى إن شاء الله إن الموضوع يكون عجبكم، وأتمنى تفتحوا أبواب الشفاء لروحكم وتطيبوا خاطركم. ولو عندك شيء في قلبك لسه بيفكرك من وقت للتاني، احترم ده، وما تحاولش. انت مش معاك ريموت كنترول هتدوس عليه هيتمحي كل اللي جواك من وجع مرة واحدة، لكن سيبه ياخد وقته. زي ما بتفرح لما يبقى وقت فرح بتدي الفرح وقته، ادي كمان لوجعك وحزنك وخذلانك من الناس وقته، لغاية ما يعدي وتطلع ليك نسخة جديدة أقوى من النسخة القديمة، بروح أقوى، بروح قوية، بروح بتحترم وجعها وبتحترم كمان وجع الآخرين. أتمنى إن شاء الله أن انتوا تمشوا في طريق النور وطريق الشفاء، وقابلكم إن شاء الله في آخر الطريق وأقول لك شابو يا صديقي، شابو يا صديقتي. اكتبوا لي في التعليقات يا حبايبي ايه الوجع اللي مريتوا بيه وقدرتوا تتشافوا منه، وايه الوجع اللي ما قدرتوش تتخطوه ولسه بيعمل غصة في قلبكم ولسه فاكرينه. حاول دايما يا صديقي تطبطب على جرحك، ولو لقيت حد مجروح تكون انت عبارة عن كلمة حلوة، امل جديد، نور جديد يديله فرصة انك تحتويه وتحترمه وتديله برضو وقته وتقف جنبه زي ما انت واقف جنب نفسك. احيانا كتير بنحتاج حد يطبطب علينا وما بنلاقيش، فبنطبطب على نفسنا. انت كمان لو لقيت حد محتاج نطبطب على قلبه، طبطب على قلبه وقول له انا جنبك ومش هنساك. دي كانت معاكم 5 دردشة وشوية فضفضة من صديقتكم ليلى، صديقة النور وصديقتكم. عايزين اللايك والشير يا حبايبي، ما تنسونيش. ولو القراءة عجبتكم شيروها لحد حاسين ان هو بيتألم ومش قادر يداوي جرحه ومش قادر يتحمله، او انكسر من بعض الناس او اتأذى. فأتمنى ان شاء الله تكونوا انتوا كمان جسر بيننا وبينهم، وتكونوا انتوا كمان ايد بتطبطب وايد بترحم وايد بتداوي. أشوفكم على خير في موضوع جديد، موضوع بسيط لكن موضوع بسيط وكلام بسيط، لكن الكلام بيبقى عميق وبيمس القلب. أشوفكم على خير في حاجة وموضوع جديد. سلام يا حبايبي.